السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن مباراة العودة ما بين ميتيلاند الدنماركي وسبورتنج لشبونة البرتغالي في الدوري الأوروبي. طبعا مباراة الذهاب انتهت 1-1 على أرض سبورتنج لشبونة في البرتغال، وهدف التعادل أحرزه نجمنا إمام عاشور. إن شاء الله المباراة دي هنتكلم فيها عشان خاطر إمام عاشور بالتوفيق ليه إن شاء الله يقدر يصنع أو يعمل هدف أو يحط هدف بيقدر يصعد ميتيلاند لدور الثمانية. الخميس اللي فات طبعا المباراة كانت جامدة ما بين الفرقتين. طبعا مباراة العودة دي هتبقى يوم 23/2 الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت الساعة 8 إلا ربع بتوقيت القاهرة، 9 إلا ربع بتوقيت السعودية، على قنوات بين سبورت. أتوقع مباراة جامدة ما بين الفرقتين. سبورتنج عاوز يعوض، وميتيلاند برضه مش فريق مش في قوة السبورتنج لشبونة، بس أتوقع على أرضه مع وجود إمام عاشور والدفعة القوية ليه يعملوا مباراة جامدة إن شاء الله. وده كل من لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.